السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، باش ربي يبارك لنا في ايامنا وفي اعمارنا وفي وليداتنا وفي صحتنا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم تجربتي مع واحد الآلة ديال العصير اللي كتعطينا الروح ديال الفاكهه وديال الخضره. هي هذه الاله اللي اول مره كيشوف القناه كنقول لك مرحبا والف مرحبا، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الصراحه انا كنت فرحانه بهذه الاله باش تكون عندي في الدار. والمهم نتوما غادي تشوفوا الفيديو، كل واحد يكتب لي في التعاليق واش جاتكم من الضروريات او لا غير من الكماليات. الاطراف ديالها هما هادو. عندنا هنايا هذا الكاس هذا وعنده الغلاقه ديالو، ضروري تغلقوه باش ملي كيكون يهبط العصير ما يتشتتش لكم في فوق البلاصه اللي كتخدموا فيها. هنا هذه هي القطعه اللي كيهبط فيها العصير، اللي كتطحن الفاكهه او الخضره وكيهبط فيها. عندنا هذه الحديده هذه اللي ضروري منها، هذه كتعتبر بحال الفران او بحال شي حاجه كتزير لنا الاله. هذا هو الموس اللي كيطحن الخضره، هذا هو الموس اللي كيطحن، وهذا مصنوع من الانوكس ما كيصدي ما والو. وكيف شفتوا الاطراف كلها من البلاستيك، من الاحسن تكون بلاستيك. هذه جهه اللي كيهبط فيها الالياف، الديشي ديال الخضره او ديال الفواكه كيهبط لينا تما باش العصاره كتعطينا غير الماء، العصير، الروح ديال العصير ديال الفاكهه او ديال الخضره. المهم هي هذه الاله كتشوفوها هنا، ضروري كيف قلت لكم الحديده تزيروا بها هذوك القطع بجوج، وكنوضعوا هنايا الكاس يكون مغلوق من الاحسن. وهذه هي القطعه اللي كندفعوا بها الخضره ولا الفاكهه باش تهبط. هذا الماء ديال البصله عصرته في هذه الاله كيف شفتوا، كنستعملوه لتنقيه الذات من السموم، وكذلك غادي نستعملوه لواحد الوصفه لتساقط الشعر. بقاو معايا حتى الاخير، غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه. هنا عندي الجزر، جوج خيزوات، غادي نشوفوا شحال غادي يعطيونا ديال العصير. الجهه التحتانيه فيها الجهد متوسط، والجهه الفوقانيه فيها الجهد 100%. شوفوا معايا الطريقه. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show. هذا هو القدر ديال العصير، اللب ديال العصير او الروح ديال الخيزو. كاس ما عمرش وكله فائده، كله معادن. يعني بحال هذا الكاس هذا نشربوه كل صباح، راه ما شاء الله غادي نعوضوا جميع الفيتامينات اللي كيكون عندنا خصاص في الذات ديالنا. ندوزو دابا الالياف اللي بقاو لينا بزاف. كتخلي الالياف هاد الاله هذه كتخلي بزاف ديال البقايا ديال الخضره وديال الفواكه. المهم انا بعدا بالنسبه ليا كنستعملهم في حاجه اخرى. كيف استعملت هذا الخيزو الجزر البقايا ديالو، استعملتها لان منقياه ومغسول ونقي، استعملته في الكيك. درت واحد الكيكه ودرت فيها هاد الالياف ديال الخيزو، وحتى الباقي درتو غوماج اللي نستعملوه غوماج الليدين او اللوجه حتى يعطي واحد النضاره. من الاحسن باش ما نلوحوش نستعملوه. هذا هو الكيك اللي استعملت فيه البقايا ديال الالياف ديال الخيزو، كتجي اللون ديالها بحال اللون ديال الجزر. وكذلك نستعملوه غوماج للوجه ديالنا والبشره ديالنا مع زيت الكوك، راه كيعطي واحد التنظيف للبشره، وكيعطيها واحد الرطوبه، خصوصا الا ضفتو معاه نوع من انواع الزيوت. وباش ما نضيعوش كنستعملوا اي حاجه نستعملوها باش ما نضيعوهاش. هنا غادي ندوز باش ننظفها. كيف شفتوا الاطراف كلها مصنوعه غير من البلاستيك. هنايا هاد الاله من هاد الجهه هذه ما كنقيسوهاش نهائيا بالماء، لان الا قسناها بالماء راه تقدر ما تبقاش تخدم نهائيا. كنخليوها، وفي الغسيل ديالها كتكون معاها واحد الفرشاه على هذا الشكل هذا، لان الخضره او الفاكهه كتكون داخله ما بين هذيك الطحانه
وكيكونوا عندها واحد العيون اللي هما رقاق. هذيك الصفايه كيدخلوا ما بينها وبين الفواكه وهذوك الخضر كلهم كيدخلوا لينا في الصفايه. هذا هو علاش كيعطيونا معاها هاد الشيته هذه باش تسهل علينا التنظيف. ندوزو دابا العصير ديال الرمان. كيف كتشوفوا الرمان موجود هذا العام، ومن الاحسن نغتنموا الفرصه نستافدوا من الفوائد ديالو، خصوصا الناس اللي كتعاني من المعده ومن الامعاء من عسر الهضم. كينفع هذا العصير ديال الرمان، كينفع في هذا الوقت ديالو. كان نفس الطريقه كنعمر الاله ديالي وكنضغط على الفاكهه ديالي على الرمان، وكنعرض ليها الكاس باش ما يتشتتش ليا العصير كيف قلت لكم. وكناخذ العصير نفس الطريقه لجميع الخضر وجميع الفواكه. هذه هي الكميه اللي عطاوني جوج ديال الرمانات. الرمان كيف كتعرفوا راه فيه الماء. وغادي ندوز كذلك باش نحضر العصير ديال الإجاص ولا هذا بوعويد، والعصير ديال الليمون اللي غادي تشوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي، وكيجي خاطر وكيجي فيه واحد اللون. يعني راه كناخذوا جميع الفيتامينات ديال هاد الفواكه هادو، وكذلك الفيتامينات والالياف كيبقاو كنستعملوهم في حاجه اخرى كيف شفتوا معايا في الفيديو. بقاو معايا حتى نوجدوا هذا العصير ديال الإجاص ديال البوعويد والعصير ديال الليمون. وغادي نشوفوا العصير ديال البصله حتى هو اللي كيتستعمل بزاف في السموم، في العلاج ديال بزاف ديال الامراض. الا كنتو كتسمعوا الدكتور كريم عبيد العلوي راه كيداوي بزاف بعصير البصله. هذا هو العصير اللي حصلنا عليه من البوعويد او الإجاص. شفتوا كيفاش كيجي خاطر، وكيبقاو لينا دائما الالياف كنعاودوا نستعملوهم في شي حاجه دائما. هذا هو المشكل اللي كاين في هذه الاله هذه، انها كتخلي الالياف بكثره بزاف. هنا غسلت الاله ديالي وغادي ندوزو باش نديرو عصير ديال الليمون باش تشوفوا كيفاش كيجي اللون ديالو والشكل ديالو. كيجي حتى هو ثقيل وكيجي عامر فيتامينات ومعادن وفيتامين سي 100%. هنايا وضعت الليمون وما درتش الكاس ديال العصير. هانتوما لاحظوا المشكل اللي كيوقع ملي كتبدا تعصر كيبدا العصير يتشتت. يعني هذا هو الغلط بغيت نديرو باش تشوفوه. يعني من الاحسن تستعملوا الكاس ديال العصاره، كيتشتت لكم كاع سطح العمل وكيعمر لكم بالماء وبالعصير. هنا الليمون عطاني لان فيه الماء بزاف، وراه استعملت شي 4 الليمونات ولا 5 عاد عطاني هذا الكاس. شوفوا القوام ديالو كيجي ثقيل وكيجي حتى اللون ديالو مغاير. ندوزو دابا العصير ديال البصله اللي كيف قلت لكم الدكتور عبيد العلوي كريم عبيد العلوي سمعوا ليه بزاف كيهضر على الوصفات بالماء ديال البصله. كيعالج بزاف ديال السموم وكيداوي به بزاف ديال الامراض. هانتوما بصله وحده عطاتني هذا الكاس الصغير لان البصله حتى هي فيها الماء وكثر. يعني غير حبست راه كان غادي يعطيني كثر. درت منه في الماء، درت 2 معالق في نص لتر ديال الماء وشربته. وكذلك صوبت منه وصفه لتساقط الشعر 100%، وصفه فعاله وجربوها ودوموها وان شاء الله غتلقاو عليها واحد الاستحسان، لان البصله راه عجيبه في علاج تساقط الشعر. هنا عندي معلقه ديال العسل يكون ممتاز، يكون عسل ممتاز. كندير عليه 2 معالق ديال الماء ديال البصله. ومن الاحسن استعملوا البصله الحمراء هي اللي فيها الفائده. انا هاد الايام عندي غير البصله البيضاء. وتخلطوها وكتضيفوا عليها معلقه ديال زيت الزيتون او زيت جوز الهند، اي نوع من الزيوت من الاحسن. واستعملوها على شعركم مباشره واحد 4 ديال الساعات قبل الحمام. شققوا بها شعركم مزيان الفروه ديال الراس. استعملوها 2 مرات في الاسبوع على الاقل. وملي ديروها قبل ما ديروا الوصفه ديروا واحد الحركات دائريه على فروه الراس
وان شاء الله راه غادي يكون خير وغادي تحبس لكم التساقط. استعملوا اي بوني بحال هذا النوع هذا ملي تكونوا دايرين الوصفه باش الوصفه دير المفعول ديالها. نتمنى يعجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو